تليفونية مع الدكتور حسن عبد البصير، عالم الآثار المصرية ومدير متحف الآثار بالإسكندرية. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك دكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الاثار بمكتبه الاسكندريه. اهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، شرفنا ومنورنا. الله يخلي حضرتك. يعني أعتقد بالنسبة لعالم آثار زي حضرتك بيبقى هذا الحدث يعني من الأيام التي لا تنسى، وهو يوم عيد بالنسبة للأثريين. طبعا المتحف المصري الكبير بالنسبه لنا يعتبر هديه مصر الانسانيه ومشروع القرن الحادي والعشرين الثقافي، وحلم كبير احنا بنحلم بيه من زمان. يعني المشروع ده يمكن لو سيادتك تعرف بدأ سنة 1996 وضعنا حجر الأساس سنة 2000، عملنا مركز ترميم 2010، عملنا المناقصة بتاعة بناء جسم المتحف في آخر جزء في المشروع 2012، والنهارده يعني هذا العام وتحديدا في 3 يوليو القادم بيتحقق هذا الحلم الذي يراود الأثريين والجميع عبر العالم لافتتاح هذا المشروع الذي يعتبر أكبر متحف للآثار المصرية في العالم كله، ويعتبر من أكبر المتاحف الأثرية في العالم، ويتفوق طبعا على متحف اللوفر في فرنسا ومتحف المتروبوليتان في نيويورك والمتحف البريطاني في لندن. يعني هو انا شخصيا شاهدت الافتتاح التجريبي بتاع المتحف المصري الكبير، وشفت التقنيات اللي موجودة فيه لا تقل عن اي متحف من المتاحف الكبيرة في العالم. هو ده المتحف يعني بمفهومه الحديث في حاجة بنسميها عندنا علم الميزيولوجي او علم المتاحف، فده كل الترندات، كل احد الصيحات في علم المتاحف مطبقة في هذا المشروع. المتحف لم يعد يا استاذنا الفاضل مخزنا للاثار كما كان من قبل، بل أصبح مؤسسة تعليمية ثقافية ترفيهية تأتي إليها الأسرة المصرية والعربية والأجنبية كي تتعلم وكي تستفيد وتقضي أو تمضي وقتا طيبا في هذه المؤسسة الثقافية. يعني حضرتك هتلاقي عند سيادتك المتحف، هتلاقي منطقة الفود كورت، هتلاقي منطقة الشوبينج اريا، هتلاقي منطقة المطاعم عفوا. كل ده حضرتك هتشوفه في مكان واحد، بلس ان هو قريب من منطقة أهرامات الجيزة، وتم ربط الأهرامات بهذا المشروع وبهذا المتحف عن طريق يعني اسطوري اسمه احنا بنسميه الممشى الاسطوري، حوالي 2 كيلو متر ونص بيربط بين الاهرامات والمتحف الكبير والعكس. يعني حضرتك لو في الهرم عايز تيجي الكبير تروح، ولو عايز الكبير تروح الهرم، نفس الكلام، فضلا عن وصول مترو الانفاق لهذه المنطقه. فده في حد ذاته يعتبر يعني انجاز كبير. كل مؤسسات الدوله المصريه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بتتابع هذا الحدث وبتشرف عليه، ولولا يعني المتابعه الشخصيه والتوجه من فخامه الرئيس لما كان هذا المشروع يعني خرج الى حيز النور. الرئيس السيسي يعني اصدر امره في 2016 بتكليف الهيئه الهندسيه التابعه للقوات المسلحه بقياده اللواء عاطف مفتاح بالاشراف العام على هذا المشروع، ومنذ ذلك الحين بدات وتيره العمل في هذا المشروع تتصاعد بشكل مذهل الى ان وصلنا الى الحلم الذي كنا نحلم به جميعا. اعتقد في كمان حته تقنيه بالنسبه لعلماء الاثار اللي زي حضرتك في هذا المتحف لا يعلمها الجميع، بمعنى ان هذا المتحف نعم هو للعرض، وبالنسبه للساده الزوار سيهتموا بالمعروض فقط، ولكن هناك اقسام داخليه ليست خاصه بالعرض، مثل اقسام الترميم واقسام التركيب والتحليل والفك والتركيب وكذا وكذا، يعني مهارات اثريه ما حدش يعرفها، او وجود برضو علماء الاثار اللي هيكونوا يقوموا باستكشافات اخرى، وان هو هيكون مدرسة ومنارة لعلم الاثار. هو طبعا المتحف بالنسبة لنا بدأنا بمركز الترميم. ليه؟ لان مركز الترميم ده في البيت عند سيادتك اشبه بالمطبخ، هو المعمل اللي حضرتك تبدأ تشتغل فيه كل حاجة وتقدمها للجمهور العام، الا وهي القطع الاثرية المعروضة. فده حطيناه في المنطقة الخلفية للمتحف. عندنا عدد كبير من المعامل الخاصة بترميم الاثار، كافة انواع المواد المبنيه يعني التي يعني تم انتاج او صناعه الاثار منها. تلاقي معامل حجريه، تلاقي معامل خشبيه، بلس بقى المعامل التحليل بقى اللي احنا بناخد منها حاجات ونبدا نحللها عشان ندرس مثلا لو الاثر ده في فتره او في اي حاجه نقدر نعالجه، فضلا عن المخازن الاثريه اللي موجوده. لان حضرتك عارف المتحف ده بتعرض فيه 50,000 قطعه للعرض وتخزن فيه 50,000 قطعه، التوتال 100,000 قطعه، والمساحه كلها بتاعت المشروع 117 فدان. العرض نفسه بيعرض على 63,000 متر مربع. لو خدنا مثال اثار توت عنخ امون اللي هي عددها 5398 قطعه اثريه تجمع لاول مره في مكان واحد وتعرض على مساحه 7,500 متر مربع، يعني حوالي 7 اضعاف مساحه العرض بتاع مجموعه توت عنخ امون في متحف التحرير القديم. المتحف هناك كان مساحه عرض توت 1500 متر مربع، حضرتك هنا 7500 متر مربع.
تمام. فضلا عن مراكب الملك خوفو، فضلا عن المسله المعلقه، فضلا عن تمثال رمسيس الثاني اللي كان في ميدان رمسيس ونقل. فحضرتك بتشوف بانوراما حضاريه على اعلى ده مستوى. حقيقي، ده حقيقي. ويعني لا يوجد الاثار لها الاثار مثيل في لن العالم. تعرض بشكل عشوائي زي ما كنا بنشوف لا للاسف في بالعكس، المتحف مصر حضرتك الكبير. عندك سيناريو يا فندم، عندك سيناريو حضرتك، وعندك يعني تقدر تمشي بتتابع يعني عندنا حاجات تيماتيك يعني تسلسل موضوعيه الاسر وحاجات تتابع زمني. تبدا سيادتك من اقدم العصور المصريه القديمه الى ان تصل الى الفتره اليونانيه الرومانيه، مرورا بقى بعصر الدوله القديمه والدوله الوسطى والدوله الحديثه، فضلا عن السلم بقى اللي هو السلم المجد او اللي هو جراند ستيركيس. ده في عدد كبير جدا من القطع الاثريه معروض عليه بشكل تصاعدي. ده المدخل اللي بيطلع له بسلالم. بعد تمثال رمسيس على طول حضرتك السلم دوت اللي هو على اليسار. الدرج العظيم بيسموه الدرج العظيم. فسيادتك عليه عدد متميز من القطع الاثريه، سواء قطع يعني للملوك او الملكات او النبلاء او النبيلات. وبعد كده حضرتك بتلاقي اجنحه توت عنخ امون. والاجمل في القصه دي يا استاذنا الفاضل ان سيادتك تبص تلاقي نافذه فيها تمثال للملك خوفو تشرف على الهرم الكبير الخاص بالملك خوفو، نافذه اخرى فيها تمثال خفرع تشرف على الهرم الثاني، نافذه ثالثه تشرف على هرم الملك مين كورع. مين يقدر يشوف كل هذا الثراء الحضاري وكل هذا الجمال في متحف واحد يؤكد على عبقريه الابداع المصري والشخصيه الحضاريه المصريه، وان مصر قادره على صنع المعجزات قديما وحديثا. هو حقيقي اتعمل على اساس علمي وعلى دراسات كبيره جدا استمرت لسنوات كثيره جدا، وده زي ما قلت